اهلا وسهلا بكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله في الحلقه بتاعت النهارده هعرفك على طريقه هتقضي لك على ريحه الكوتشي دي نهائي. طبعا زي ما قلت لكم وهفضل اقول لكم ان انا القناه بتاعتي بحاول اطلع بيك من شاب عادي لحاجه جامده قوي، فزي ما بفيدك وبديك معلومات وبديك نصايح يا ريت طبعا انك تنزل تشترك وتحط لايك دعما لاخوك. يعني طبعا في الفيديو بتاع النهارده زي ما قلت لك هعرفك ازاي تقضي على الريحه دي تماما بحل مش سعره مش هيتجاوز ال 35 جنيه. تنزل على اقرب صيدليه لي هتقول له انا عايز بودره ايفا فود بتاعه الرجلين. ايفا فود انا قررت لك الاسم كذا مره عشان ما تروحش تنطور. البودره دي انت هتشتريها هتقعد معاك فتره كبيره قوي، يعني هتقعد معاك حبه حلوين قوي قوي. يعني انا جايبها تقريبا قعدت معايا بالظبط 6 شهور واشتريت واحده جديده، يعني فدي حاجه اساسيه عندي في الدرج ما بعرفش امشي من غيرها. هتعمل استخدمها ازاي؟ ببساطه شديده تجيب الكوتشي بتاعك بتفضي فيه شويه صغيرين كده تحطهم فيه وتسيب الكوتشي، يعني مثلا تعملها بالليل تلبس الكوتشي الصبح. ريحه الرجلين دي انساها خالص. انا اللي بقول لك ريحه الكوتشي دي انساها نهائي. طبعا الريحه دي بتحصل نتيجه لو طبعا نوع الكوتشي وحش او نوع الشراب وحش بيديك النتيجه دي، لانه بيحصل احتكاك، فالاحتكاك ده بيفضل طول اليوم. انت طبعا بتفضل لابس الكوتشي طول اليوم، فلما بتيجي تقلع الكوتشي بيعمل لك احراج بقى، يعني سواء كنت مثلا رايح تزور قرايبك رايح تزور حد، يعني فبتبقى حاجه مش ظريفه يعني. فبس كده دي كانت حلقه النهارده. يا ريت بقى طبعا لو انا فدتك او حسيت ان انا استفدت مني بحاجه يا ريت تنزل تشترك وتحط لايك. مع السلامه يا شباب.